يا ابني انا مبرمج. انا المسؤول عن البرمجيات، انا المسؤول عن التطبيقات اللي موجوده حول العالم، انا المسؤول عن المواقع اللي انت بتخش تحمل منها الافلام الكراك. من وانا لسه عندي 3 سنين بدل ما اتعلم الف ب واعرف ان كي جي 2 وبعد كي جي 1، لا اتعلمت الاول الاتش تي ام ال، بعد كده شكلت شويه بقى بايثون على سي بلس كده. يعني عرفت ان البرمجه ديت هي دي المستقبل، هي دي الحياه، هو ده الدولار، هي دي العيشه، هو ده الارت اكس. لما جبت تجميع جيمنج عشان اعمل لي كام تكويده كده بالصلاه على النبي كده، واعمل لي كام موقع كده واكسب منهم من اعلانات جوجل. استني، ما كنتش تتعلم برمجه يا ابني؟ اي حد يتعلم اي حاجه غير البرمجه دلوقتي خلاص يبقى انسان فقير، مش معاه فلوس، هيبقى طماطم وبطاطس. انت دلوقتي طالما انت بتتفرج على الفيديو دوت، انت اكيد طبعا شغال شغلانه 12 ساعه بتقبض لك بتاع 3000 جنيه في الشهر. ضمن المصاريف اللي انت بتصرفها ان انت بتجدد بوقت النت لاجل الترفيه، لاجل ان انت تلعب، لاجل ان انت تهرب شويه من الضغط النفسي اللي انت بتبقى فيه دوت طول الشهر لحد ما ربنا يرزقك يعني وتقبض. شفت كميه فيديوهات كبيره جدا بخصوص مجال البرمجه. بس قبل الاي اي كان يقول لك البرمجه هي المستقبل، الكمبيوتر هو ده الصح، الكمبيوتر دوت هو ده اللي هياكلك عيش، الكمبيوتر ده هو ده اللي يخليك تاكل بليه معمول بالزيت والليمون. طبعا انت بتخش بتشوف ايه، بتستكشف ايه هو مجال البرمجه دوت. بيكون عباره ان انت بتتكلم بلغه الكمبيوتر، سواء كان بقى تعمل تطبيق، تعمل موقع، تعمل لعبه، ايا كان بقى اللي انت هتعمله. اللي انت بتستغربه بقى ان كل صناع المحتوى اللي هم كل المهتمين بالتكنولوجيا عموما، كل واحد يطلع لك يقول لك اتعلم برمجه، اتعلم برمجه. طب وبعدين؟ طيب كل صناع المحتوى هيتعلموا برمجه، طب الشعب المصري كله اتعلم برمجه واستجابوا للفيديوهات اللي بتنزل ده كلها على اليوتيوب، ها وبعدين 120 مليون مصري ولا 140 مليون مصري اتعلموا برمجه، اما كله هيبرمج، امال مين هيجرب؟ مين اللي هيلعب؟ مين اللي هيكتشف الثغرات؟ مين اللي هيشتغل طباخ؟ مين اللي هيشتغل نجار مسلح؟ مين اللي هيشتغل بتاع خضار؟ مين اللي هيشتغل في شركه ميه؟ وكل شويه يفضل يسيب الجيران كلهم بلا استثناء ويجي يخبط على الباب بتاعي. مين اللي هيشتغل الشغلانه ديت؟ اما كله يتعلم برمجه. حوار البرمجه ديت لان العالم بتاعها كبير والموضوع بتاعها كبير، ومحتاجه برضه يبقى عندك على الاقل كمبيوتر، حتى لو كان كورت ديو شغال مفيش مشكله، وعندك وصله نت والكلام ده كله. بس اهم حاجه ان انت لازم تعرفها ان انت مش كل معنى كميه الفيديوهات دي كلها نازله ان كل الناس يقولوا لك اتعلم برمجه، اعمل وسوي، لازم تتعلم برمجه المستقبل والكلام ده كله، ما تمشيش وراهم. انت مش شغفك الكمبيوتر، مش شغفك البرمجه، خلاص انت راجل شغفك السباكه، راجل بتحب تعمل بيتزا الساعه 2 بالليل، خلاص ده شغفك، دي طموحاتك، ممكن تطلع طباخ، ممكن تطلع ايا كانت المهنه اللي انت متربى عليها. فالفكره ما فيها ان مش معنى ان 50,000 فيديو نزل يقول لك اتعلم برمجه يبقى انت كده خلاص، لو انت ما اتعلمتش برمجه يبقى انت كده ممكن تاكل تبن ولا حاجه، لان انت عارف طبعا ان الارزاق بيد الله. واشتغل في الحاجه اللي انت بتحبها، اشتغل في الحاجه اللي انت اتربيت عليها، اشتغل في الحاجه. انا عن نفسي من طموحاتي، انا لو اشتغلت بالمان مثلا في فندق ولا حاجه، يا خرابي، ده انا هتعامل باليورو بعد كده.